عسلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله نهاركم سعيد. اول حاجة مش نقولها نترحموا على شهدائنا، يا ربي تنصر نصرة كبيرة لفلسطين. الله يرحمهم، الله ياخذ بيديهم. يا ربي تبعث لهم معجزة من عندك، حتى تبعد عليهم هالصهاينة والإسرائيليين. أكيد يا جماعة في ربي عظيم وكبير وقادر على كل شيء، ويقدر يغير الأوضاع في لحظة، لكن ربي سبحانه جعل من هالشي حكمة. شو هي الحكمة الله أعلم، لكن نقوله يا ربي ما عنا حد غيرك، وانت سندنا وانت كل شيء في حياتنا. إن شاء الله تنصر أخواتنا، وإن شاء الله تبعد عليهم هالظلم وتمحق الأعداء يا رب العالمين. وتوا نرجع لموضوعنا ومحتوانا. مش نعملوا مع بعضنا شوربة شعير. شوربة الشعير هذايا معناها خذينا مخذور. مخذور هو نوع من القمح اللي يبدأ من نوع، يا ربي سامحوني، من الشعير اللي يبدأ أخضر شوية. شو نعملوا؟ نحيوه ونفوروه ونشيحوه، وبعد كده نرحيوه ويولي شوربة كيما هكا كيما ترى. بهذه أكلة احنا ياسر نستعملها في رمضان، شوربة شعير. أكلة خفيفة، أكلة صحية. ننصحكم بها. خذينا كعيبات كيما تراو كيكة حوت، كيس شوربة، طماطمة قطعناها كيكة، شوية بصل معاها، وهذو ملفحات. شنو يلزم للشوربة؟ يلزم التابل والثوم والملح عشاكم، شوية معدنوس، طماطم ما نحطوش برشا بالطبيعة، يعني مغرفة متاع ماكلة مش مليانة، فلفل احمر، ونحطو فلفل اكحل وشوية كركم. وتو نبداو مع بعضنا ونشوفوا كيفاش مش نبداو نطيبوا شربتنا. اذا زرتنا حطينا فيها الزيت، وتو مش نضيفوا اكل كعبات اللي حاطين قريب بصل. البندورة هذه ولا طماطم نحطو تو الفحات، مش نحطوا اكل التابل والثوم والملح، ونخلطوهم مع الطماطم هذيك حتى تطيب الطماطم المعجونة وكل الفحات. تشوفوا هكاكا حاطين لك شوية طماطم والكركم، كل شيء حركوا مليح تتقلى شوية. باش نسقيها بشوية ماء مش برشا. طاوش نضيفوا كل كعبات حوت. باهي سيدي طلعنا كل كعبات حوت، شو مصلي على النبي طابو. هذوك مش نقيوهم من الشوك ونرجعوهم كالعادة للصلصة متاعنا. شفتوا الصوص هذاك اللي عملنا فيه الحوت، مش نحطوا فيه الشربة متاعنا كيكة. انا خديت كاس كافي خاطر تزيد الشربة. بين نخلطوه هكاك، نخلوه يبقبق شوية في الصوص هذيك قبل ما نسقيوه، وقبل ما نحطوله اي حاجة كانت خليوه هو الساعة يشربك الصوص هذيك. تراو كيفاش يشربك الصوص، معناها مصلي على النبي اللي هو نص طياب. شوفوا يا جماعة الشربة متاعنا هاني شربت الماء الكل، هيك يلزم القوام متاعها. توش نصبوا لها الماء باش نجيبو نسقيها، ومش نضيفوا ريت الحوت شو عملنا له. الحوت نقيناه من الشوك، فضاي المعدنوس نصبوه الكل كيع الحوت متاعنا والشربة والمعدنوس، وتو نسقيها بالباهي. راهي هذه الأكلة دي الطاولة متاع رمضان في تونس ديما شوربة الشعير موجودة. في شربات اخرين، فما شكون يعمل صوب متاع دس، فما شكون يعمل صوب متاع ذيك شربة لسان عصفور، لكن احنا نحبوا ياسر هي شربة الشعير هذه تاع المخضور. بيتا ونسقيها ونغطيها ونخليها تطيب. عندي وريقات ملصوقة، مشيت مديتهم من الثلاجة من فوق معنا من الفريجو، وقلت خليني نعملهم نقدمهم مع الشوربة. خذيت شوية معدنوس مش برشا، عندي بطاطا مصموطة رفستها، خذيت 3 حبة بيض كيما تراو، لفاحات، شوية بسباس، شوية فلفل احمر، شوية ملح، كذلك كركم، فلفل اكحل، هذا هي فيحته، وشوية دجاج، وكل كاية طمش خلطهم مع بعضهم. وناخو نقلي كعبة البريك متاعي. نحطوا الخليط في كعبة البريك متاعنا،
نعملوا لها هكا ونهزو نحطها في المقلة كما تشوفوا، نخليها تتقلب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الصوب نتاعنا نتاع الشعير، يعني شوربة الشعير تبارك الله طابت مازالت تتبوخ من نارها كما تشوفوا. والله ماكلة كلها فيتامينات وألذ ما تاكل وحاجة صحية برشا. وهذوما مكعبات البريك، أحلى أكلة خفيفة وبنينة وكلها فيتامين. كان عجبكم محتواي اليوم ما تنسوش خيتكم تعملوا لي لايك، تدخلوا على قناتي فضلا ليس أمر تعملوا لي أبوني، تكتبوا لي تعليق مزيان. ربي يبارك لكم وربي يسعدكم وربي يعطيكم ما تتمناو. وتو نقول لكم بالسلامة وإن شاء الله في طبخة جديدة.